أذكركم بالنسبة للقاء الذهاب كان الانتهاء بنتيجة هدفين لصفر يوم 23 ديسمبر بملعب أولمبي بسوسة بفارق فريق النجم الرياضي الساحلي. وكان الحكم كذلك وهو شقيق من ليبيا لكن شمال. وإلى حد الآن هدفان لهدفين بالنسبة للقاءات على مستوى اللقاءين تم 6 أهداف كاملة. كايتا يضرب على معين شعباني، كايتا باش يحافظ على كورته يتقص له وتعكس الهجوم عن طريق جوهر المناري طويلة. ثم كانديا تراوري مع ماجد بن محمد يهرب. كانديا تراوري مازال الكرة بحوزته. كانديا تراوري يحاول يوزع الخلفية وصاني وفرصة للترجي التونسي. ثم توفيق الهمامي في القائم الأول وفرصة صاني وجه لوجه والهدف الثاني. صاني وجه لوجه وغلطة مرة أخرى من الدفاع ويكون الهدف الثالث في الوقت البديل. عمر صاني يهدي هدف ثمين جدا لفائدة الترجي الرياضي التونسي. إذا كانت تنتهي المباراة هكذا يشبكون هدف البطولة. مازال وقت على كل حال. هاي الإعادة شوفوا هنا، شوفوا محمد المكشر تهرب عليه الكرة، حب باش يرجعها بالرجل اليسرى ويلقى روحه وجه لوجه عمر صاني اللاعب البديل. شوفوا كيفاش مكشر تهرب عليه الكرة وحده. محاولة مجدي بن محمد حاول عبثا الالتحاق بهذه الكرة ومن زاوية أخرى الهدف. شفنا كثير من الأخطاء الدفاعية بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي كلفته إلى حد الآن 3 أهداف. توفيق تفضل. الى جانب اسكندر سويح. اذا اسكندر هدف الوقت المبدل صراحه الترجي كنت تنتظره صراحه؟ والله نهايه اللقاء كانت باش تكون متعادله. الحمد لله جاء هدف في وقت قاتل والهدف يظل نستحقوه على كامل رضيات المقابل. الحمد لله يا رب. شكرا. تفضل توفيق. مع الشكر. اذا ترجع الكره مخالفه وقيس الغضبان هو اللي بيشغل تنفيذ هذه المخالفه. مازالوا دقيقتين في الوقت المبدل. قيس الغضبان في القائم الثاني وفرصه وتصويبه من كايتا وبعيده، تصويبه راسيه من كايتا وتخرج الكره ضربه مرمى. النضج التكتيكي والخبره بالنسبه لفريق الترجي الرياضي التونسي في الاخر خلاته على اثر هجوم معاكس نجم نقولوا كان مصدره كانديا تراوري على الناحيه اليسرى. عرف كيفاش يوزع توصل الكره الى توفيق الهمامي من الناحيه اليمنى وتوزيعها نتاعو. ثم سوء تقدير في ارجاع الكره من محمد المكشر، تجي الكره في تبقى امام عمر صاني وعمر صاني ما يضيعش هذه الفرصه ويحقق هدف التفوق الى حد الان وهدف الامان وقد يكون الحاسم بالنسبه للبطوله. عمر صاني صاحب الهدف الثالث ويتحصل على مخالفه يعلنها الحكم الألماني. توفيق تفضل. مرة أخرى نستسمحك باش نقول لك اللي زملاء في الصحافة المكتوبة أيوة. منحوا كأس أفضل لاعب لمراد المالكي من الترجي الرياضي التونسي. مراد المالكي إذن سحب الهدف الثاني وترجع الكرة إلى جوزي كلايتون ومعه مجدي بن محمد. جوزي كلايتون حاول باش يربح الوقت وتدخل من حكيم البرقي وتم مخالفة وروح رياضية بين حكيم البرقي وزميله السابق في صفوف النجم الرياضي الساحلي التونسي البرازيلي جوزي كلايتون اللاعب الدولي. جوزي كلايتون في تنفيذ هذه المخالفة وبطبيعة الحال الجماهير خصوصا جماهير الترجي الرياضي التونسي تعبر عن فرحتها بهذا الهدف اللي جاء في وقت حاسم جدا. ترجع من كلايتون وتدخل من الدفاع وحكيم البرقي خرج الكرة مباشرة في الركنية والترجي الرياضي التونسي يحاول يتصرف فيما تبقى من وقت بعض الثواني من عمر هذه المباراة. نجم نقولوا مباراة أوفت بوعودها على كل النواحي بين النجم والترجي الرياضي التونسي. تقلبات في النتيجة، كل فريق أعطى ما عنده. نعرفوا بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي بالرغم من الرحلة الشاقة اللي تكبد المشاق متاعها والارتفاع شفناه اليوم قدم مردود بدني ممتاز لأنه تجاوز نفسه كأحسن ما يكون حتى يدافع عن حظوظه، والشيء اللي خلى البطولة قبل جولة من نهايتها على خلاف البطولات الماضية المواسم الماضية. ربما الترجي التونسي إذا كان يفوز ويفوز بكل مرة الخامسة على التوالي كان ما يلقاش صعوبة وكان الموسم فيه رتابة كبرى، لكن هذا الموسم كثير من الفرق
اذا دخلت في اللعبه والسباق واصبحت امل حظوظها لنيل هذا اللقب. وفي الاخير شفنا كيفاش الترجي الرياضي التونسي بعد بدايه ما كانش طيبه في الشوط الثاني تحسن المردود نتاعه وتوزيعها من كلايتون ترجع من محمد المكشر. والكره ما زالت في حوزه فريق الترجي الرياضي التونسي. المناري غير كليا توصل الى طارق ثابت. طارق ثابت تمريرات قصيره في اتجاه كانديا تراوري. كانديا تراوري في حركات بهلوانيه ترجع من جديد لفائدة فريق عن طريق جوهر المناري. جوهر المناري غير كليا الى جوزيه كلايتون والكره تخرج لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي. إذن أكثر من 5 دقائق 6 دقائق و30 ثانية تقريبا. ثم ساني وكلايتون في تنفيذ هذه المخالفة. ترجع الكرة طويلة وفرصة توفيق الهمامي. الكرة نتاعو تصطدم. توفيق الهمامي اللاعب اللي دخل منذ قليل كاد باش يسجل على اثر هذه الكرة الثابتة. تحال المعنويات تكون عندها أهمية كبرى في أواخر هذه المباراة اللي كما قلنا أوفت بعيودها من حيث التشويق والحماس. كل هذا في كنف روح رياضية عالية وفي روح من مسؤولية كبيرة من قبل اللاعبي الفريقين اللي بالنسبة لنا كتونسيين نسعى باش يمثلوا لنا أحسن تمثيل في أكبر تظاهرة كروية مناسبة انتظام نهاية كأس العالم. أمين بوزقرو وتخرج الكرة تماس بعد تدخل من جوزيه كلايتون. هذاك هو الأهم، هو تشريف الوطن. ترجع من مجدي بن محمد كايتا معين شعباني خرجها له في الركنية في التماس. تماس يفاد فريق النجم الرياضي الساحلي. مجدي بن محمد تجاه كايتا مع معين شعباني ويخلط جوهر المناري والكرة تصطدم في معين شعباني وتخرج الكرة تماس. شوفوا في حوار شكري الوعر مع الحكم يشير له انه الوقت انتهى. يحل دائما وبدل القرار الحكم. ترجع من كايتا والمساعد الحكم يؤمر بوصلة اللعب وكانديا تراوري في عكس الهجوم. كانديا تراوري وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم الألماني عن نهاية هذه المباراة بنتيجة 3 أهداف لهدفين لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي ضد فريق النجم الرياضي التونسي.